السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ان شاء الله انا جايبه لكم فكرة جديدة. آه، إعادة تدوير اي علبة بالحجم ده عندك. تستغليها وتعملي بيها اي حاجة انت عايزاها. الفكرة بتاعت النهاردة انا هعمل حصالة. انا جبت الحاجات ديت، جبت ورق هدايا، فرخ واحد من المكتبة وورقة فوم جليتر برضو من المكتبة. أخدت الحتة المناسبة اللي أنا هشتغل فيها على العلبة وهغلفها بالمنظر ده، بس باللزق مش هشتغل بشمع لأن الورق ده ما يستحملش شمع، لو حطيت عليه شمع هيسيح. وهقفلها بقى من جنب واحد، بس مش الجنب اللي فيه الغطا، أنا عايزة الجنب التاني. هنا ممكن أكون لفيت العلبة شوية بس هصلحها بعدين. كده هقصقص عشان خاطر لما اجي احطهم على بعض كده ما يعكسوش معايا. انا كده خلاص عكست العلبة وخليت الغطا هو اللي فوق باين، وقصيت اللي حواليه. وهقص بقى ايه، قطعة من الفونجليتر عشان احطها عليه من فوق ومن تحت. المكان ده الحتة اللي من تحت. من فوق انا مرضتش اغلف كله بالورق عشان خاطر ايه، انا هحط الفونجليتر وهسيح بعد كده مكان الفتحة. الاستراس دوت انا بقى جبته من عند الخردوات اللي بيبيع الابر والكلف والحاجات دي، هو رخيص مش غالي. وطبعا انا الزواق ده انا جايبه حاجه بسيطه، مش عايزه اعمل حاجه اوفر يعني عشان ما تبقى صعبه، لو اي طفل ولا اي حد عايز يعملها ما تبقى صعبه. وطبعا على حسب الذوق، يعني كله على حسب ذوقك انت، على حسب يعني زواق زي ما انت عايزه. انا كنت عامله علامه للفتحه. انا عندي مكوه لحام، انت ممكن تستغلي لو ما عندكش مكوة لحام، عندك سكينة هتسخنيها وتشتغلي بيها، عندك مسمار بس لازم هتمسكيه بحاجة تكون عازلة للحرارة. انا كده عملت الفتحة بتاعة الحصالة. هنضفها بس كده عشان اطلع الزوايد، وبعد كده هزوق المكان بتاع الفتحة ده عشان الشكل ما يبقاش يعني ايه، وحش. ده شكلها النهائي بعد ما حطينا عليها الزينة بتاعتها. وده اخر ما وصلنا له الحصالة. حاجة تفرح الأطفال. وما تنسوناش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب.